السلام عليكم، شخباركم؟ مزيانين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى يا ربي كلشي يكون بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله يا ربي نشارك معكم هاد الوصفه ديال الخبز اللي كتجي معمره وسهله واقتصاديه ودغيا كتوجد ديالها. قبل ما نبدا معكم الوصفه كنتمنى اللايك والاشتراك. غنحتاج فيها كاس د الماء دافي، غنضيف كاس د الحليب دافي، غنضيف مغروفه كبيره الخماره حبيبات، غنضيف 3 مغارف ديال السكر كيبقى على حسب الذوق، مغارف كبار 3. نخلط المكونات مع بعضياتهم تندوب ديك الخماره والسكر. اذا نكون دوبت الخماره والسكر غنضيف 2 مغارف كبار ديال الزيت، غنضيف 4 كيسان ديال الدقيق، نفس الكاس اللي عبرت به الحليب والماء هو اللي كنعبر به الدقيق. الطحين عندي مغربل من قبل، هنا كل زلافه كتهز 2 كيسان ديال الدقيق، اذا نكون ضفت 4 كيسان. غنضيف قريصه د الملح. دابا نجمع المكونات مع بعضيتو، هنا نجمع العجينه اللي عندي بيدي. هنا نكون جمعت العجينه اللي عندي، ها هي جمعتها مزيان. دابا نحيدها من الطاوه. هنا عندنا سطح العمل بالزيت باش نخويو العجينه اللي عندنا فيه. انا نجمع العجينه اللي عندي، نجمعها مزيان. اذا كون حربت العجينه اللي عندي، ها هي ندهنوا الوجه ديال العجينه بالزيت. هنا غنشد على العجينه اللي عندي باش نخليها تخمر وتضاعف الحجم ديالها. نخليو العجينه تخمر ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي. هنا نكون رجعت معكم بعد ما خمرت العجينه اللي عندي، ها هي. دابا نحيدوا لها هذا الميكا باش نخويو داك الهواء اللي فيها. هنا نخويو العجينه داك الهواء اللي فيها، خويوها مزيان. نرش الدقيق بسطح العمل. هنا نخويو العجينه، نزيدو نخويوها من داك الهواء اللي فيها، نخويوها مزيان. اذا كون خويتها وحربلتها، هنا نقسمها على 2. اذا نكون قسمت العجينه هاد النص غنحتفظ به هنا، وهذا نعاود نقسمه. هنا نرش الدقيق وغنجمع هذا، نجمعو غير هيدا بالصبعين ديال يدي، غنجمع مزيان. ها هو نحتفظ به هنا، ونرجع نجمع اخر عاود، ها هو بنفس الطريقه كنجمعو مزيان. كنجمعو كنقلب. واذا نكون جمعتهم بجوج بيهم نخليهم يرتاحوا ونرجع معكم بعد ما يرتاحوا. كون رجعت معكم بعد ما رتاحت العجينه اللي عندي، دابا غنرجع باش نطلقها. بسم الله. هنا غنبدا نطلع.
هدا كنت طلقت العجينه اللي عندي في الطاول. هنا غنجيو غنعمروها بالشوكولات الوسط ديالها. هنا غندهن دوك الشوكولات في الوسط ديال العجينه كامله. هنا نكونوا دهنا الوسط كامل بالشوكولات. غنجيو وغنجمعو، كنشد هيدا كنضغط هنايا غير بهاد الصبيع، كنرجع نحربل هيدا كنجمعها كامله. هنا كنبقى حتى كنجمعها كامله. كيبقاونا غير هادو كنجيو كنجمعوهم هيدا. كنجيو كنبدا كنشد من هنا هيدا مزيان. كنشد حتى من هنا. هنا كنرشو الدقيق وكنعاودو نحربلو هيدا، نحاولو نقددوها. هيدا غنحتفظ بها هنايا وغنرجع نطلق وحده اخرى، غنطلقها بنفس الطريقه. وهنا نكون طلقت العجينه اخرى، ها هي غنعملها نفس الطريقه، ندهنها بالشوكولات. هنا كندهن لها الوسط ديالها كامل. اذا نكون دهنا الوسط ديال العجينه كامل بالشوكولات، وغنجيو غنشد هنا نجيو كنبقى نحربل هيدا. كجبتيها هادي ونرجع نشد. هنا كنشدها كامله ونشد من هنا ومن هنا، كنعاود نحربلها. هنا غنحتفظ بها هنايا وغنرجع للاولانيه. هذه اول وحده اللي طلعت. هنا نحاول نقددها. دابا غنجي مع هيدا، ها هي هنا كنجبد لها هذه شويه هيدا باش ما تبقى لي شي غليظه بزاف. غنضفرها هيدا، كنوصل هذه ها هي كنشدها هيدا. هنا نرجع لوحده اخرى، عاود نحاول نجبد هيدا واحد شويه. كنجبدوها كنجيو كنضفروها هيدا، نحاول نجبد لها هادو ها هما. كنشد هادو ها هما هيدا وكندخلو من تحت. هيدا نكون ضفرناها. غنجيب هاد الليمونات هادو هما اللي غنعمل فيهم الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم ان شاء الله يا ربي. هيدا نكون حليتها، ها هي ملي كيبقاونا هاد الحواشي هادو زيتين كنقددوهم هيدا بالمقص. كنعوطوهم هيدا كاملين بالمقص. هنا نكون حليتهم بجوج بيهم ها هما، خليت لهم الغلاقات ديالهم. هنا غنفرشوا لهم الكاغيط، ضروري نفرشوا لهم الكاغيط. هيدا نكون فرشت لهم الكاغيط بجوج بيهم ها هما. هنا غنجيب المول اللي غنعملو فيها. وهنا
هنا عملنا في المول. ها هو هنا ملي كنعملوه في هذا المول كنجيو كنقطعوا هاد الكاريط اللي عندنا زايد. كنحاول نضغط عليها واحد شويه هيدا بيدي، وانا نجيب اخرى عاود هي نقطع على الكاريط اللي عندنا زايد. هنا كنضغطوا عليها واحد شويه بيدنا، وهيدا نكونوا قددناهم جوج بيهم. غنخليوهم يخمروا ونرجع معكم ان شاء الله بيد ما يخمروا. هنا نكون رجعت معكم بيد ما خمرات الخبز اللي عندي، هما تبارك الله خمرين. هنا ندهنوا الوجه الخبز اللي عندنا بصفر البيضه. ندهنوهم بجوج بيهم، نحاول ندهن غير بشويه باش ما يهبطوش، حيت كما كتعرفوا العجينه ملي كتكون خمره بزاف الا ضغطنا عليها كتهبط. اذا نكون دهنت الاولى، هنايا كون دهنتهم بجوج بيهم. نزينهم بالجنجلان. هنا نكون زينتهم كاملين بالجنجلان، كنزينهم بالجنجلان البنات. هاد الغلاقات هادو كنحيدوهم، حيت الا دخلناهم للفران راهم كيذوبوا كيسخنوا كيذوبوا. هيدا كنحيدوهم، هيدا نكون حيدتهم بجوج بيهم. ضروري نحيدو لهم هاد الغلاقات وهاد الطقم ديالهم، حيت الا دخلناهم للفران وخليناهم غيذوبوا لنا في العجينه اللي عندنا. هنا ندخلهم للفران يطيبوا، نرجع معكم ان شاء الله يا ربي بين ما يطيبوا. وهنا نكون جبت المول اللي عندي من الفران، هما تبارك الله طيبين محمرين مع بجوج بيهم. هنا غنجيو نزولوهم. نزولوهم من المول. هيدا نكون حيدتهم بجوج بيهم من المول. شوف تبارك الله كيف كيجيو رطبين محمرين. هنا غنحل معاكم باش نشوفوهم الداخل ديالهم كيفاش جاو. نشوف تبارك الله كيف كيجيو روعه، خفافين قطنين مهويين. وهذه هي الوصفه اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم. السلام عليكم، تلاقوا فيديو اخر ان شاء الله.